السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اليوم رجعتكم بفيديو جديد ووصفة رائعة لذيذة بزاف، هي وجبة عشاء الرز بالدجاج اللي كيجي رائع ولذيذ بزاف. بلا ما نطول لكم دوزو المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمكونات كنحتاجو قطع ديال الدجاج. انا هنايا اخترت جهه ديال الفخذ، رقعتهم في الخل والليمون مزيان باش كيزولوا ديك الزفوره ديالهم وعاد كيرطبوا كيطيبوا معنا دغيا. هنايا بصله كبيره مقطعه رقيقه، هنايا شويه د المعدنوس، معلقه صغيره ديال الملحه، 3 فصوص ديال الثوم محكوكين، على معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم، شويه ديال الكاري، معلقه صغيره ديال السمن، شويه ملون غذائي، نص معلقه ديال الابزار، شويه ديال الكوزه محكوكه. واذا بغيتو تزيدوا القرفه كتزيدوها، انا متوفرت ليشي. كاس لا ربع ديال زيت الزيتون وزيت نباتيه، شويه ديال الجلبانه، وكاس ديال الزبيب العنب مجفف، 3 ديال الكؤوس ديال الروز الابيض اللي كيكون طويل. وبالنسبه غنزيد حتى شويه ديال الجزر مقطع رقيق. كنعمل الدجاج ديالنا في الطنجره وكنزيد عليه التوابل، كنزيد عليه حتى المعدنوس والبصله والملحه والثوم. من بعد اللي شرملتهم انا بملقه ديال الخشب، اذا بغيتو تستعملوا يدكم تستعملوهم، المهم خصهم يتشرملوا مزيان باش كيدخل داك الاقامه كتدخل ما بين الجلده واللحم. من بعد غنزيد داك الزيت، ومن بعد كنزيدو الزيت وكنخلطو، كنعملوهم يتشحروا على عافيه متوسطه حتى كيتقلوا مزيان داك الدجاج. يعني كلشي واضح في الفيديو. ضروري ما نقليو الدجاج مزيان، ومن الاحسن نخليو الدجاج بالجلده ديالو باش كيطلقنا ديك اللذه ديالو. يعني واخا ما ناكلوش الجلده ولكن كتطلق اللذه ديالها بزاف. صافي كنبقاو نحركو بهذا الشكل حتى كنشحروهم مزيان. ومن بعد ما تقلى معنا الدجاج بهذا الشكل هذا نتوما كتشوفوا، يعني تقلى مزيان، كنقصوا واحد شويه ديال الزيت كنعملوها في ديك المقله هذه اللي غنعملوها في الفران اللي غنعمل فيها الروز. يعني نتوما اي مقله بغيتو غتعملوا فيها الروز عملوها الطريقه هذه. انا كنوريكم النصائح باش يجيكم يعني تجيكم ماكله لذيذه بزاف، باش يعني ماشي غير منظر، راه اللذه كتكون فيها. وهذا هو السر ديال الروز باش كيجي كل حبه بوحده وكيجي لذيذ في نفس الوقت. كنقصوا داك شويه ديال الزيت من ديك التعريقه ديال الدجاج بهذا الشكل بحال موضح في الفيديو. تقريبا يعني نقص واحد 6 معالق، المهم واحد الكميه ديال الزيت اللي شحرنا فيه الدجاج. ومن بعد غنضيف واحد شويه ديال الماء سخون، واحد شويه تقريبا واحد كاس ديال الماء باش يطيبنا غير الكميه اللي عيطي فيها الدجاج. يعني ما نكثروش الماء بزاف باش الدجاج ديالنا ما يبسلش، يعني يبقى في اللذه ديالو. القياس اللي عيطي فيه صافي كنغطيوه ونخليوه يطيب. وديك المقله اللي فيها زيت كنخليوها على جنب حتى كيطيبنا الدجاج. وهنا من بعد ما دازت تقريبا واحد نص ساعه صافي كنطيب الدجاج ديالنا، صافي كنزولوه من داك المرق اللي طاب فيه وكنحتفظوا بداك الدجاج. وكندوزو نعملو ديك المقله اللي فيها ديك الزيت اللي شحرنا فيه الدجاج كنعملوه سخون، كلشي موضح في الفيديو. ومن بعد كنزيد واحد كميه ديال الماء اللي حتى هو سخون اللي كنعملوه في ديك الطنجره اللي فيها شويه المرق، ماشي ما كنكثرش المرق بزاف، قياس اللي غنمرقوا به الروز. هنا كنعمل ديك 3 الكيسان ديال الروز كنعملو في ديك المقله اللي عندي فيها الزيت اللي شحرنا فيه الدجاج. وكنشحروه ضروري الروز، اي روز كنشحروه قبل ما نطيبوه باش كيبقى كل حبه بوحدو. سبق لي شاركت معكم بزاف ديال الوصفات. كنشحروه بهذا الشكل على عافيتكم متوسطه. وغنزيد له تقريبا واحد نص معلقه ديال الملحه وغنحرك وغنزيد نخليه يتشحر. بالنسبه للجلبانه والجعده اذا كانوا عندكم كيتعطلوا ما يطيبوا، يعني ماشي فتيين، الاحسن تعملوهم في المرقه يطيبوا.
وعاد عملوهم مع الروز. انا عندي دغيا كيطيبوا يعني مفتيين، لا سواء جلبانه او لا جزر اللي نعملو مع الروز. نتوما كيبقى لكم اذا كانوا قاصحين يعني كيتعطلوا ما يطيبوا، عملوهم مع المرق يطيبوا في الاول مع الدجاج وعاد كتصافيهم. ولكن اذا كانوا دغيا كيطيبوا من الاحسن عملوهم في هاد المرحله هذه. انا هنايا ضيف ديك الجلبانه كانت عندي في كونجيلاتور يعني مجمده، يعني ما كنكون مرقده لا في الماء قبل لا حتى شي حاجه. الزبيب هيدا كيف ما كيكون باكيه كنغسلو وكنعملو بلا ما كنشيخو في الماء. صافي كنزيدو واحد شويه حتى انا قلت لكم تقريبا واحد نص كاس اللي غنعملو دابا والنص الاخر غنعملو من بعد. صافي من بعد ما كيتشحرنا الروز مزيان كنضيفو المرق. من بعد ما كيغلى كنضيفو الدوبل ديال الروز، يعني مثلا الروز عملنا 3 ديال الكؤوس غنعملو 6 ديال الكؤوس ديال الماء. دائما الروز كنعملو الدوبلي ديالو ديال المرق، سواء كان مرق ولا الماء الدوبلي ديالو دائما كيكون ديال السوائل. من بعد صافي كنحركو الروز مع المرق، ومن بعد كنعملوه يخليوه على عافيه متوسطه حتى كيغلى وكي شويه كيشرب داك المرق واحد شويه ماشي بزاف على البوطه. من بعد ملي كيرجع على هذا الشكل هذا كيشرب داك المرق شويه كيكون على هذا الشكل، كنستفو داك الدجاج من الفوق وكنستفو الزبيب حتى هو. انا عملت الزبيب عاد عملت الدجاج. وفي هذه المرحله ما كنزيدش نخلط، يعني كنخلي داك الروز هيداك ما كنزيدش كنحركوه مره الاولى ومن بعد كنخليوه ما كنحركوش، يعني كنحركوه ملي كنزيدو المرق. صافي كنستفو قطع ديال الدجاج وانا غنزيد واحد شويه ديال الزبيب في الوسط. ومن بعد صافي غنغطيه بورق المطبخ، ورق الفرن، وغنثبتو بورق الالومنيوم من اليدين ديال المقله. ثم تقدروا تغلفوه كامل من الفوق ديال ورق المطبخ، تقدروا تعملوا الومنيوم. انا فضلت نعمل غير هذا الشكل هذا، يعني غير نثبتو غير من اليدين وصافي. وكندخلوا على عافيه تكون متوسطه غير من التحت، فراني يكون سخون من قبل. من بعد صافي كنخلي واحد نص ساعه تقريبا على عافيه متوسطه حتى كينشف مزيان من المرق، وكانت كنشوفوا بان الحبه ديال الروز راه رطبت معنا وطيبه. صافي كنشعلوا من الفوق كيتحمر كيدينا داك اللون شويه دجاج صافي باش ما نحمروش بزاف باش ما يقصحش معنا الروز، وكيجي على هذا الشكل هذا كيجي رائع ولذيذ بزاف. يعني تبعوا غير مراحل. انا بغيت نشارك معكم حيت هي فعلا وصفه كتستحق تجربه لذيذه بزاف، واللي قايسه كتعجبو دائما كنعدلها. وقلت اش ما نشاركش معكم واحد الوصفه اللي كتجي رائعه ولذيذه تعمل الفائده. كنتمنى الوصفه تكون عجبتكم. بهذه الطريقه هذه كنكون حنا وصلنا لنهايه ديال الفيديو. وصفه رائعه وكتستحق تجربه فعلا. انا نشوف نوريكم كيفاش كتجي من الداخل. كيجي الروز كل حبه بوحدو بحال عملنا روز بسمتي، ولكن حنا عملنا الروز الابيض العادي اللي كيكون طويل، يعني جديد، يعني بلا ما كنعملوا لا روز صفر لا روز بسمتي، يعني الروز عادي كيصدق كل حبه بحبه. نتوما تشوفوا معايا من بعد رائع ولذيذ. وبهيدا كنكون وصلنا هذه الفيديو. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتنال الاستحسان. كنتمنى ان شاء الله نكون دائما في المستوى المطلوب. ما تنساوش تعجبكم الوصفه تضغطوا زر الاعجاب وتشتركوا في القناه اذا كنتوا اول مره كتزوروني وبغيتوا تشوفوا وصفات اكثر. ما عليكم غير تشتركوا في القناه وتضغطوا زر الجرس باش يوصلكم دائما جديد. تلقاو فيديو مقبل ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والى اللقاء. واذا شاركتوا الوصفه ما تنساوش تشاركوا معي تعليقات.